السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. اليوم وصفتنا هي طريقة عمل شوربة العدس. شوربة كلش مفيدة وصحية للأطفال، وبعد هسه حاليا فصل الشتاء كلش ضرورية، لازم يوميا موجودة هاي الشوربة. هنا عندي مثل ما تشوفون خليت كوبين عدس، وهنا لازم نغسله غسلة زينة مثل ما تشوفون صورت لكم اياه، بحيث هذا المي يصير صافي بعد ما يصير عندكم ببياض، لأن هذا ينطي طعم للشوربة مو طيبة. هنا بعد ما صفيت العدس راح أجيب له قست لكم المي بالأكواب حتى تطلع مضبوطة عندكم. هنا خليت 6 أكواب من المي، كوبين عدس ويا 6 أكواب من المي، وراح أخليه عن طباخه لأن يفور، وأشيل هاي الرغوة مالته الفوق. بعد ما شلنا الرغوة راح أنص النار هسه حتى يستوي العدس، بحيث حبات العدس بعد ما تبين عندكم. هنا نشف عندي المي وشوف شلون صارت تغير لونها. هسه راح اجيب بعد ما نشف عندي راح اجيب كوبين مي اضافية واخليها عليه. هنا جبت كركم وبهارات دجاج، خليتها واخلطها. اذا ما عندكم بهارات دجاج تخلون الماجي، ماكو مشكلة، الماجي هذا المربعات مال الدجاج. هسه صار عندي هذا القوام، راح اجيب احمس بصل بالطاوة مثل ما تشوفون، اخليه يصير على شقار واخليه فوق الشوربة ينطيها طعم كلش مميز. بعد من ما راح اخلي هذا البصل راح يصير عندي هاي النتيجة. راح اضيف كمون، ضروري جدا للشوربة الكمون، وملح، هاي الاضافات تعطيها نكهة كلش طيبة. بعدها اخليها تبرد، يلا اخلطها بالخلاط. خليتها هنا بالخلاط خلطتها. بعد ما كملت هاي خليتها بالجدر مالت اللاخ، وراح اخليها تفور فورة واحدة بس تدخن شوية وانزلها من الطباخ. وهاي النتيجة صارت عندي شوربة لذيذة جدا. ان شاء الله يا رب تعجبكم. لا تنسون لايك للفيديو. مع السلامة.